اهلا بيكم. النهارده قررت اعمل بيتي فور نص كيلو على قد كده. جبت الطحين والزبده والشوكولاته للتزيين وكمان بيضتين والسكر، بس للاسف ما كانش عندي سكر مطحون فهجرب السكر الخشن وربنا يستر. وكمان البلندر حطيت ال 200 جرام زبده وزودت معلقتين من سمن المراعي. وهنا كنت بحاول اطحنهم مع بعض بس ما ينفعش فاستخدمت المضرب الكهربائي. هنا بنضرب الزبدة لحد ما تكون فومي أو كريمية. بعدها بنضيف السكر، وأنا قلت أجرب بصراحة بالسكر الخشن، لأني اللي أعرفه إن المفروض نحط سكر باودر، بس أنا جربت بالسكر الخشن. بنضرب في الزبدة لحد ما تكون بالشكل ده. بعدها بنضيف السكر. أنا حطيت 1.25 كوباية سكر، بس بصراحة حسيت ان كوباية كانت تكون افضل، لان حسيته فيه شوية السكر زيادة فيه، ولكن الحمد لله السكر كله داب في البيتي فور وما كانش باين يعني. هنا ابتديت اضيف البيض ومعاه معلقتين فانيليا، ربع معلقة بيكنج باودر، وحطيت 3 كوبايات وربع دقيق، وابتديت ان انا اعجنهم مع بعض بايدي لحد ما بقى بالقوام ده. هنا ابتديت اشكل وحطيت في طبق كتستر وحطيته في الفرن. التستر ده يعني بيعرفك هل العجينة مظبوطة ولا مش مظبوطة، وكمان بيعرفك اي رف بيكون مناسب انك انت تحطيه في الفرن. طبعا انا في الاول كنت حاطاه في النص، بعد كده عرفت ان انا المفروض ارفعه فوق شوية، وبالفعل رفعته لفوق. دي كانت الكمية كامل. طبعا حرقت شوية وعملت شوية، بس انا كنت عايزة افرح نفسي وعايش نفسي اجواء العيد يعني. ما كانش عندي مربى، لزقتهم في بعض بالعسل، وحطيت الشوكولاتة تسيح، زودتها طبعا زيت وحليب، وابتديت احط الشوكولاتة على البيتي فور. هنا كانت تقيلة شوية، دي قبل ما ازود عليها الزيت والحليب. بعدها عرفت ان هي تقيلة قوي زيادة عن اللزوم وزودت زيت وحليب، وابتديت اشكل واحط في جوز الهند. ودي كانت الكمية وكان البيتي فور بتاعنا. وكل عام وانتم بخير وعيد مبارك عليكم.